غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم ده متعمد بقى. الو. الكنيسه دينا. أنا وأنت. نعم. أنا من الكنيسة العربية. اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك ويبارك في محبتك. في امكانيه بس اعرف ناخد بركه مين معايا يا فندم؟ أنا وأنت حدا. مين متاسف يا فندم ما سمعتش الاسم. وأنت حدا، مين حضرتك؟ انا اسمي ابو مريم وبكلم من امريكا حضرتك. أوكي، أنا اسمي وأنت حدا. سوري. ويتلي حنا. ويتلي. ويتلي حنا. اهلا يا استاذ ويتلي حنا. لعل حضرتك بخير. استاذ ويتلي حنا، لو تكرمت ربي يباركك ويبارك في محبتك. كان عندي استفسار بسيط لو في امكانيه يعني. حضرتك الاول، هل حضرتك يعني راعي الكنيسه ولا ايه؟ لا، راعي الكنيسة ساجد، أنا مسؤول في الكنيسة. طب في امكانيه نكلم راعي الكنيسه ربي يباركك؟ دلوقتي مش ممكن. دلوقتي مش ممكن. لو أنت نعم. عايز أي حاجة ممكن تقول لي وأنا أدبر الموضوع. لا، انا بس كان عندي استفسار بسيط. عندي استفسار بسيط، لو ممكن يعني. ربي يباركك ويبارك في حضرتك. حضرتك يعني سمعت على الكتاب المقدس بيتكلم على العقائد الوثنية، ففي 3 نقاط رئيسية بيتكلم على الكتاب المقدس في العهد الجديد والعهد القديم. مثلا حضرتك العهد الجديد بيتكلم على بولس وبرنابا، مكانه في مكان فيه وثنيين، والكلام ده في أعمال الرسل الإصحاح 14. فكان في شخص إصحاح الرسل، أعمال الرسل الإصحاح. طب ماشي، إيه علاقة ده بالموضوع اللي حضرتك عايز تتكلم فيه؟ نعم يا فندم؟ ايه علاقة ده بالموضوع اللي حضرتك عايز تتكلم فيه؟ ما هو ده العلاقة حضرتك. العلاقة ايه حضرتك؟ العلاقة هنا ان اما بولس عالج شخص، عمل معجزة، كان راجل مشلول، فقال الوثنيين ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا اليه. كمان بولس بيتكلم على الوثنية في روميا، بيقول فيها أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى يموت بالإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. وبعدين بولس بيقول الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا عبد المخلوق. اوكي، يبقى الأول حضرتك بيتكلم على الوثنية، هي موضوع إن الآلهة بتنزل من السماء تبقى إنسان يتجسد، إنسان الظاهر في الجسد. 2 إن عبادة المخلوق دون الخالق الذي لا يموت والمخلوق يموت. 3 العهد القديم كله بيتكلم على إن موضوع الذبيحة البشرية لا يقبلها الله، لأن ده موضوع خاص بالوثنيين فقط. اوكي، طب حضرتك عايز اللي أنا عاوز أقوله، تقول لي مثلا تعليم معين ولا وعظة ولا إيه؟ لا مش وعظة. اللي أنا عاوز أقوله هذه هي المسيحية، أدنتيكال، تطابق. ألم يقول يسوع وليس أحد نزل من السماء إلا الذي صعد من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. أليس يسوع إنسان كما يقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله؟ أليس يسوع مخلوق كما يقول الكتاب المقدس كولوسي 1:15 بكر كل خليقة؟ رؤيا يوحنا 3:14 بداية المخلوقات. لماذا حضرتك أنا فهمت حضرتك من سعوديا تقريبا، صح؟ حضرتك عضو من سعوديا أو كده. إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير يا أستاذ ويتلي، لكن مفيش فايدة. دايما الناس بترجع تاني محتاجة مرة تانية تتناقش فيه. أستاذ ويتلي، العملية فكرة كل خليقة يعني أصل كل
فندم كلمة اول الخلاص. اولا وبعدين لما المسيح بيقول منذ وجوده انا كائن لو انتم يا فندم يعني منذ يعني لو الله مالوش بدايه زي ما احنا بنقول وهو سرمدي يبقى هو كمان موجود سرمدي منذ وجوده. اذا كان في وجود فانا موجود يا فندم يا فندم انت بتتكلم على سفر الحكمه. دخل يسوع في سفر الحكمه. انت بتتكلم على سفر الحكمه مش موجود في الكتاب بتاعنا اصلا. طيب اللي انت بتقوله ممتاز. منذ القدم وانا كائن. الكلام ده موجود فين؟ ادي لي الريفرنس. اتفضل. ده سفر الامثال مش الحكمه. الامثال. ممتاز. اقصد الامثال. احسنت. الامثال مال ايه دخل يسوع؟ ارجع الكلمه باللغه ايوه انتوا بتستخدموا الايه دي علشان تقولوا يا فندم انه المسيح ليه بدايه. يا فندم الكلمه باللغه العبريه تعني ان هو مخلوق. لو نرجع للنص بالعبري او بالاراميه مخلوق. لو نرجع للتراجم الانجليزيه التراجم العربيه والثانيه مخلوق. النص باللغه الانجليزيه وانت اكيد بتعرف مش ممكن يكون مخلوق. احسنت. اذا الكلام مش على يسوع. ممتاز. اذا الامثال يا فندم يا فندم النص بيقول على الحكمه مخلوقه مش يسوع. الكلمه حتى باللغه الانجليزيه التراجم الانجليزيه كلها بلا استثناء تعبيرين create me or made me. خلقني صنعني. انت بتقول ايه حضرتك؟ لو كان ده على يسوع كل ده حضرتك احنا ناقشناه يا فندم يا استاذ وكلي يا استاذ وكلي انت بتستخدم نص من الامثال بيأكد كلامي. الامثال بتتكلم على الحكمه. امثال سليمان والكلمة منذ البدء الله خلقني. والكلمة باللغة الإنجليزية التراجم كلها بلا استثناء made me create me. فإذا كان أنت بتقول النص ده عن يسوع معنى كده أن يسوع مخلوق. لا مش يسوع مش مخلوق. يسوع لما قال كإنسان قال أنا والآب واحد. ممتاز يا فندم. هل يسوع هو الآب؟ يسوع هو الآب؟ يسوع لا يسوع مش هو الآب طبعا. ممتاز. يسوع هو الآب. ممتاز. يسوع ابن الله. ممتاز. ستيب باي ستيب. ممتاز. إذا لو قلنا يسوع هو الآب دي تجديف هرطقة صح ولا لا؟ لا ما فيش حاجة اسمها يسوع هو الآب. ممتاز. جميل جدا جدا. أنت بقى كراجل يسوع هو الابن. ممتاز. انت كراجل بروتستانتي لكن في نفس الوقت هو نفسه الله. ليس احد نزل في السماء يا فندم الذي هو في السماء. اوكي يعني هو كان موجود في نفس الوقت اللي كان موجود فيه اوكي. الذي هو في السماء جبتها منين حضرتك؟ ايه النص الذي هو في السماء؟ اتفضل. فين النص ده؟ فين النص بيقول الذي هو في السماء ان يسوع في السماء؟ فين النص ده؟ اتفضل. فين انت النص ده؟ ايوه انت بتقول يسوع الذي هو في السماء. النص ده موجود فين حضرتك؟ اتفضل. موجود فين؟ بيقول ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان الذي هو في السماء. لا استاذ وكلي. ليس احد صعد الى السماء. ايوه النص موجود في انجيل يوحنا الاصحاح 3:13 والنص ما بيقولش نزل. وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء. ممتاز. حضرتك الانسان الذي هو في السماء. بي بيشنت لو سمحت. ريلاكس. حضرتك عندك علم على علم النقد النصي تكشوال كريتيسيزم. سمعت عنه؟ ما اعتقدش. علم النقد النصي هو علم خاص بعلم المخطوطات بيحاول ياتي. بصوا انا مش عارف حضرتك ابو مريم انتوا دايما بتتلاعبوا بالنصوص زي ما انتوا عايزين. لو يا فندم انا مش شهود يهوه. لكن انا طبعا انا مش مركز في يا فندم انا مش شهود يهوه. اصبر شويه. اصبر. انا مش شهود يهوه. انا قلت لك انا شهود يهوه. انا شهود يهوه غلط كمان. شهود يهوه غلط.
بيؤمنوا باشياء مش موجوده في الكتاب المقدس. اديك على سبيل المثال شهود يهوه يقول الملكوت على الارض، والكتاب المقدس يقول الى الملكوت في السماء. شهود يهوه لا يؤمنوا ببحيره النار والكبريت، ويسوع نفسه اتكلم على بحيره النار والكبريت. شهود يهوه يؤمنون ان يسوع كائن سماوي وهو رئيس الملائكه ميخائيل، والكلام ده مش موجود في الانجيل. مين اللي قال لك شهود يهوه؟ انا قلت انا شهود يهوه. نرجع تاني حضرتك، انت درست علم النقد النصي. ده تعليم شهود يهوه يا حضرتك. لو انت مش شهود يهوه هتكونوا طائفه مشتقه منهم يا فندم يا اكتر من كده يعني. هم التعليم بتاعتهم زيكم يا استاذ وكلي اسمعني. انا اقول لحضرتك هو اللفظ نفسه مش غلط يعني. احنا كلنا شهود يهوه يا استاذ وكلي شهود يهوه كلنا كمؤمنين يعني. هو التعليم دوت هو اللي انتوا بتقولوه يا استاذ وكلي. اسمعني لو تكرمت. ألا يكفيك أن يكون الكتاب المقدس شاهد بيني وبينك؟ نعم أو لا؟ اتفضل. نعم طبعا، بس المشكلة أنا مش بتقبلوا الكتاب المقدس زي ما هو، وإنما انتوا بتغيروا في بعض الكلمات. يا أستاذ أنا بقول لك لما بتقولوا وكان الكلمة الله، احنا وكان الكلمة الله وكان الكلمة إله. يا أستاذ الكريم اسمعني لو تكرمت. أنا قلت لك أنشود يهوه، أنا بقول لك شهود يهوه غلط كمان. انا قلت لك شهود يهوه. اوكي انت مش شهود يهوه. طيب انا دلوقتي ثواني بس حضرتك بيشن. النص اللي انا بقوله لك دلوقتي وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي في السماء. انا بقرا منين؟ ابن الانسان الذي هو في السماء. بقرا منين حضرتك؟ من شهود يهوه. لا اوكي ماشي. وبعدين انت طيب اسمع لو سمحت انتظر بس دقيقه واحده. علم النقد النصي اتفق، ما بتكلم عن شهود يهوه، علماء النقد النصي اتفقوا بالاجماع ان اقدم المخطوطات واصحها مثل المخطوطه الصينيه والفاتيكانيه كلمه ابن الذي في السماء مش موجوده حضرتك، ما هيش موجوده اضافه. مش كده وبس، ان كلمه الذي هو في السماء مش موجوده. لو حضرتك انت راجل، انت بتتكلم نمساوي مش كده؟ اللغه متاسف بتتكلم الماني، تمام؟ الماني متاسف بتتكلم اللغه الالمانيه. حضرتك الوقت شوف الترجمه، شوف اللغه الالمانيه، لو في عندك اكتر من ترجمه مش هتلاقي فيها الذي هو في السماء، محذوفه لان مش موجوده في المخطوطات الاصليه. ادي اول شيء. النقطه الثانيه، النص فيه مشكلتين تاني. المشكله الاولانيه بيقول وليس احد صعد الى السماء، يعني الا يسوع. الكلام ده غير صحيح. إيليا صعد إلى السماء وأخنوخ صعد إلى السماء. الغلط الثالث الذي نزل من السماء، يسوع ما نزل من السماء. يعني أنت بتطعن أصلا في النص كله مش بس كلمة واحدة. يا فندم بي بيشنت، أنت أمامك النص وأنا اللي بيني وبينك الكتاب المقدس. حضرتك أنت قارئ. أيوه أنت دلوقتي تعطف في الآية كلها. ما فيش يعني عندك آيات يا فندم. إنه الذي صعد وفي إليه كمان صعد وكده. أوكي أستاذ وكلي، أنت حضرتك في ألمانيا وبتتكلم اللغة الألمانية. النص اللي أنا بقوله لك ده بيسموه إيه بالألماني؟ النص بيسمى إيه؟ في حد بيسمى إيه؟ فيرس. أوكي يعني فيرس. ما في شخص. ايوه يعني فيرس، يعني باللغه الانجليزيه يعني فيرس او سنتنس. ما في حد على وجه الارض يتكلم لغه غير العربيه يقول ايه. ما في حاجه عندك اسمها ايه. ما فيش مسيح بيقول ايه الا العرب. ليه انت متاثر بالتاثير الاسلامي ليه؟ ما فيش حاجه اسمها ايه المشكله. لا مشكله. احنا كعرب من زمان بنسمي كل عدد في الكتاب المقدس بنسميه آية. وده عشان ندخل بينه وبين حاجات تانية. لا حضرتك، لا هذا تشابه بكتاب المسلمين لأن ما فيش مسيح على وجه. مش مشكلة. مش آية مشكلة أو هي مش مشكلة. ما بنقولش إن الآية دي كلمة مقدسة أو بتاع. حضرتك ثواني بس، حضرتك أنت في القداس هل دخلت أنت أي كنيسة غير كنيسة عربية في ألمانيا؟ أكيد كنيسة غير بنصلي في كنيسة النمساوية عمرهم ما قالوا كلام غير كده. ممتاز. ثواني بس، لا ثواني بي بيشنت. حضرتك هنا اما بيقولوا باسم الآب بيقولوا ايه بالظبط لو تكرمت؟ بيقولوا ايه؟ لو سمحت لو تكرمت. الآب والابن والروح القدس.
امين. بيقولوا اله واحد امين. لا كذاب. لا 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 لا، ما في مسيح على وجه الارض يقول اله واحد امين الا المسيحيين العرب. انا بدخل جميع كنائس في امريكا، اتحدى ان ياتي شخص كنائس غير عربيه تقول اله، ما فيش حاجه اسمها اله واحد امين. شفت بقى حضرتك؟ هذا تاثير من الكنائس العربيه. اصلا الكنائس الفراي كيرخه يعني هم ما بيرسموش الصليب او كده يا فندم. يعني لكن الكنائس الكاثوليكيه هيكون نفس الطريقه يا فندم. او الكنائس هنا هذا ليس الشاهد. اللي انا عاوز اوصله لحضرتك، انت عندك تعبيرات. للاسف انا وصلت دلوقتي ولازم اقفل لان عندي شغل. انا ماشي بس دقيقه واحده. اللي انا عاوز اوصله لحضرتك، انت عند حضرتك تعبيرات موجوده في المسيحيين العرب مش موجوده عند الغرب. كلمه اله واحد امين دي مضافه، واللي اضافها الى ابو رأت التكريتي العالم المسيحي في عهد الدوله العباسيه. ما في مسيح على وجه الارض بيقول كده. في امريكا بيقولوا باي ذا نيم اوف ذا فاذر. احنا مش متمسكين بالمسيحيه وان المسيح هو الله عشان الكلمه ديت، يعني حتى لو الكلمه دي لا المسيحيين العرب بيقولوا كده عشان المسلمين لدرء الشرك، لان المسلمين بيقولوا عليكم مشركين لان بتعبدوا 3 آلهة فاضفتوا اله واحد امين. اللي انا عاوز اوصله لحضرتك، اللي انت العقيده بتاعك عقيده وثنيه بامتياز. يعني لو قبل ما تمشي مثلا لو قلت لك قانون الايمان المسيحي هو نفس قانون الايمان الهندي. قانون الايمان الهندي قبل المسيحيه يمكن ب1000 سنه بيقول ايه؟ القانون الايمان الهندوسي نؤمن بسفساري الشمس اله ضابط الكل خالق السماوات والارض وبابن الوحيد آني النار، نور من نور، مولود غير مخلوق، اله من اله، اله حق مساوي للاب في الجوهر وتجسد من فايه في بطن مريم العذراء، ماري العذراء. نفس القصه ما فيش اي مشكله. انا بس عاوزك تراجع نفسك كما يقول الكتاب المقدس كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. عاوز تراجع حضرتك مين بيكلمك؟ اعمل بحث في الانترنت عن وسام عبد الله. وسام عبد الله. شكرا جزيلا يا استاذ وكلي. كان معانا الاستاذ وكلي حنا. الاستاذ وكلي حنا من الكنيسه العربيه الانجيليه بفيينا. الاستاذ وكلي حنا من الكنيسه العربيه الانجيليه بفيينا. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد